السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم في مطبخ وفاء. وصفتنا اليوم سهلة وبسيطة، شوي البطاطا الحلوة بالفرن، طريقة اقتصادية. بسم الله الرحمن الرحيم. البطاطا الموجودة عندي قبل ما أغسلها أنا نقعتها 3 دقايق عشان أتخلص من التراب والطين، وتخلصت من المية وحطيت مية تاني. لما تصبح المية عندي صافية، يعني ما فيش فيها لا تراب ولا طين، وهيك أنا بعد ما غسلتها بدي أشويها. حضرت الصينية وححط ورق القصدير، هحط ورقتين يعني أعمل طبقتين. حطيت الوجه اللي بيلمع، الورق القصدير بسهل في عملية الشوي، يعني ما بستهلكش غاز كتير، أو لو حبينا نحطه في فرن الكهرباء بيستوي بطريقة أسرع. أنا مش حقطع البطاطا عندي حباتها كبيرة وحتستوي. هغطي وجه البطاطا، هغطي وجه البطاطا بالورق القصدير، الوجه اللي بلمع. هحمل فرن قبل ب10 دقايق. الفرن حيكون معايا حامي قبل ما احط صينية البطاطا، ولما احط صينية البطاطا هيك حتكون معايا النار، يعني حتكون النار مش واطية كتير ولا متوسطة، اقل. بعد ما استوت البطاطا تقريبا اخذت ساعة الا ربع، لانه النار بتكون مش عالية، وهيك صارت معايا. انا ما حطيتش، لما حطيت البطاطا ما حطيتش ولا مية ولا سكر، هي البطاطا حلوة كانت معايا مستوية. حتى انا ما قطعتهاش، لو حابين تقطعوها بتاخد وقت اقل، بس انا حبيت افرجيكم كيف ممكن انها تستوي حتى لو كانت حبات البطاطا كبيرة. لو حابين هي طبعا البطاطا حلوة، لكن لو حابين تحطوا سكر، احنا بنحط السكر بعد البطاطا ما تستوي. حنرش رشة سكر، لكن البطاطا حلوة. هيك صارت وصفتنا جاهزة. لا تنسوا اللايك والشير، وانتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله.